أهلا بيكم معانا في استكشاف جديد. النهاردة هنغوص شوية في المصادر اللي وصلت لنا عن شخصية فنية ليها طابع خاص، الفنان كمال المنشاوي. الغريب إن المصادر دي بتوصفه بلقب الفنان الهادي. فعلا، اللقب ده لوحده يخلينا نقف عنده. بالضبط. مهمتنا بقى إننا نحاول نفهم أكتر من خلال المصادر دي رحلته كانت عاملة إزاي، وإزاي بصمته فضلت موجودة في السينما بتاعتنا رغم الهدوء ده. خلينا كده نبدأ نفك الحكاية. تمام. والمصادر فعلا بتدينا خيوط لرحلة تستحق إننا نتأملها، بداية من نشأته في سوهاج في الصعيد لحد ما وصل القاهرة ودخل عالم الأضواء في فترة الخمسينات. هنحاول نشوف أسلوبه اللي ميزه، أهم أدواره اللي المصادر وفقتها. وكمان نلمس حتت من حياته الشخصية وعلاقاته زي ما المصادر بتعرضها. الشيء اللافت فعلا هو التناقض ده بين هدوء الشخصية والتأثير الفني اللي استمر. طيب نبدأ من الأول خالص. المصادر بتقول إن كمال المنشاوي اتولد في سوهاج سنة 1929، وهو صغير كان واضح إن عنده ميول فنية ناحية التمثيل وكده. أيوه، اللي يلفت النظر بقى زي ما بتقول بعض القراءات إنه كان في بيئة بسيطة بعيدة شوية عن مركز الفن وقتها اللي هو القاهرة. تمام. بعد ما خلص دراسته خد قرار جريء وسافر العاصمة عشان يمشي ورا حلمه. تفتكر إيه اللي يخلي الشاب في الظروف دي ياخد الخطوة الكبيرة دي؟ بصي، دي نقطة جوهرية فعلا، لازم نفهم السياق وقتها. القاهرة في الفترة دي ما كانتش بس العاصمة السياسية، لا، دي كانت مركز إشعاع فني وثقافي مش بس لمصر، للمنطقة كلها تقريبا. صح. فأي حد عنده طموح فني بجد كان لازم، تقريبا لازم، يروح القاهرة. دي كانت الخطوة الطبيعية، يمكن الحتمية كمان، عشان ياخد فرصة ويشوف الصناعة ماشية ازاي. المصادر بتلمح لفكرة الإصرار عنده. الشغف كان أقوى؟ أكيد، الشغف بالفن كان هو الدافع الأساسي اللي خلاه يتخطى أي صعوبات أو حتى الارتباط بمكانه. القوة الداخلية دي هي اللي زقته. وفعلا دخل المجال في الخمسينات. المصادر هنا بتتكلم عن شكله، بتقول ملامحه جذابة وده ممكن يكون ساعد في الأول، بس اللافت إن تركيزهم الأكبر بيروح لصفات تانية أعمق. زي إيه مثلا؟ في وصف بيتكرر كتير لصوته، بيقولوا صوته هادي وطريقته في الأداء رزينة. والأهم بقى إن المصادر بتجمع إنه كان عنده حاجة أكتر من مجرد الشكل، بيستخدموا تعبير موهبة تمثيلية راقية. ده اللي خلاه يقدر يعمل أدوار مركبة. التعبير ده بالذات، صوته الهادي وطريقته الرزينة، ده مفتاح مهم نفهم بيه أسلوبه. والمثير للاهتمام زي ما بنفهم من المصادر هو إزاي الأسلوب ده ميزه في الزمن. ممكن كان في ممثلين تانيين بيعتمدوا على الأداء الصاخب أو الانفعالي أكتر. يمكن عشان يلفتوا النظر أسرع؟ ممكن، لكن هو لأ. المصادر بتشدد على فكرة الموهبة التمثيلية الراقية، وده بيوحي مش بس بقدرة فنية، لأ، ده عمق في فهم الشخصية والقدرة على التعبير عنها بصدق من غير افتعال. الأداء الهادي ده ما كانش ضعف، ده كان قوة. وهنا بقى ندخل على نقطة مهمة بتبرزها المصادر: الأفلام اللي شارك فيها. الأسماء اللي بنشوفها دي علامات في تاريخ السينما المصرية. الزوجة التانية، الشموع السوداء، الليالي الدافية، الحقيقة العارية. بالظبط. دي مش مجرد أفلام نجحت وقتها وخلاص، لا طبعاً، دي أعمال بقت جزء من ذاكرتنا كلنا. تماماً. وجود اسمه في أفلام بالقيمة دي اللي كتير منها لسه بنشوفه ونتأثر بيه لحد النهاردة، ده بيقول كتير عن مكانته اللي وصلها في فترة مش طويلة قوي. المصادر مش بس بتقول إنه شارك في أفلام مهمة، الأهم هو طبيعة أدواره. وده اللي فعلا غريب شوية. حسب المصادر ما كانش محصور في نوع واحد. هو ممكن برع في دور الراجل الهادي أو الرومانسي، يمكن عشان قريب لشخصيته. ممكن جداً. لكن المصادر بتأكد إنه قدم كمان شخصيات جادة وأحيانا معقدة، وفي كل مرة كان بيسيب بصمته الخاصة. فكرة التنوع دي لوحدها دليل على إمكانياته كممثل، مش كده؟ أكيد طبعاً. والنقطة دي المصادر بتوضحها كويس، إنها بتربط بين تنوع أدواره وقدرته دي إنه يسيب بصمته كل مرة. ده معناه فهم عميق للشخصيات وقدرة حقيقية على التقمص والتلون، ما كانش بيعتمد على شكله أو أداء نمطي وخلاص. كل دور كان محتاج شغل مختلف. بالظبط. كل دور كان بيتطلب منه إنه يدور ويستكشف أبعاد جديدة، وهو كان بيقدر يعمل ده بهدوء ورقي زي ما المصادر بتقول. طيب لو خرجنا من الشاشة شوية للحياة الواقعية، برضو بناء على المصادر دي بنلاقي جوانب تانية بتكمل الصورة.
المصادر بتحكي عن علاقاته في الوسط الفني. دي حتة مهمة. بيقولوا إنه كان صديق مقرب لأسماء كبيرة وقتها، نجوم صف أول زي رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار. والمعلومة اللي بتتكرر كتير هي سمعته الطيبة، أخلاقه العالية، وهدوءه اللي كان باين حتى بره التصوير. ودي نقطة مهمة جدا عشان نفهم السياق. العلاقات والسمعة في مجال زي الفن في تنافسية وضغوط كبيرة، ممكن تكون عامل مؤثر جدا في مسيرة الفنان. هدوءه وأخلاقه دي زي ما المصادر بتقول ممكن تكون هي الأساس اللي بنى عليه الصداقات القوية دي. وخلته محل احترام. تمام، وده في حد ذاته شهادة لشخصيته. وفي تفصيلة عائلية كمان لفتت نظري في المصادر، ممكن ناس كتير ما تعرفهاش، علاقته بالفنان الكبير محمود ياسين. دي معلومة مهمة فعلا. المصادر بتقول إنه كان عمه، وإن العلاقة بينهم كانت قوية أكتر من مجرد قرابة. بيتقال إن كمال المنشاوي كان ليه دور في تشجيع محمود ياسين في بداياته، وكان بينصحه ويدعمه. المعلومة دي بتضيف بعد إنساني مهم قوي للصورة. دوره كمرشد أو داعم لفنان شاب، خصوصا لو من عيلته، ده بيكشف عن كرم في نقل الخبرة ويمكن إيمان بأهمية استمرار الفن عبر الأجيال. وده ماشي مع الصورة العامة اللي المصادر بترسمها له. بالظبط، شخص هادي محترم صاحب مبادئ. فكرة إنه يدعم موهبة زي محمود ياسين بتقول كتير عن نظرته للفن كرسالة. لكن برضه الصورة مش دايماً بتكون وردية بالكامل. رغم النجاح الفني ده والعلاقات الطيبة، بعض المصادر بتلمح إن حياته الشخصية نفسها ما كانتش سهلة طول الوقت. أكيد، دي طبيعة الحياة. في إشارات إنه واجه صعوبات، تحديات في مراحل مختلفة، منها تحديات صحية ويمكن ظروف مادية مرت بصعوبة في أوقات معينة. ودي نقطة بتضيف واقعية للصورة. كتير بنربط النجاح الفني بحياة مثالية، لكن الحقيقة دايماً أعقد. الإشارات دي بتخلينا نفكر في فكرة الصمود والإصرار قدام الصعوبات. يعني إيه اللي كان بيخليه يكمل رغم ده كله؟ إن الفن رسالة لابد أن تقدم بصدق. الجملة دي قوية. فعلا قوية جدا. العبارة دي بتدينا مفتاح لفهم أعمق لشخصيته وتفانيه في شغله. زي ما المصادر بتحاول تقول، فكرة إن الفن رسالة تقدم بصدق دي بتنقله من مجرد ممثل ناجح لشخص عنده رؤية وقناعة بدور الفن. يعني مش مجرد شغلانة. لا طبعا، ده بيخليه يستمر مش عشان الشهرة أو الفلوس بس، لكن لإيمانه بقيمة اللي بيعمله. وهنا المصادر بتطرح سؤال مهم يمكن بشكل ضمني: إيه معنى الإصرار الحقيقي في مجال متقلب زي الفن؟ الإجابة اللي بنشوفها في قصة المنشاوي هي الإيمان بالرسالة دي. وفي النهاية المصادر بتذكر تاريخ رحيله سنة 1999 بعد رحلة طويلة في السينما والتلفزيون. يمكن اسمه مش من الأسماء اللي بنسمعها كل يوم زي نجوم تانيين، يمكن كانوا أعلى صوتاً، لكن الواضح من المصادر إن إرثه مختلف. ترك ذكرى طيبة وأعمال مهمة لسه بنشوفها. تمام. وهنا المصادر بتحاول تحدد طبيعة الإرث ده، مش بس كام عمل أو كام دور، لأ، نوعية الأثر اللي سابه، طبيعة البصمة الهادية دي اللي بنتكلم عليها بالظبط كده. في عبارة ختامية جميلة قوي في مصدر منهم بتلخص الفكرة دي. بتقول: سر جمال كمال المنشاوي الحقيقي لم يكن في مظهره فقط، بل في قدرته على أن يلمس مشاعر المشاهد دون ضجيج. فكان فناناً لا يصنع الشهرة بالكلام بل بالفعل والإحساس. ده تلخيص دقيق ومعبر جدا لأثره كفنان هادئ. لو حاولنا نربط ده بالصورة الأكبر ونفكر في معناها، هنلاقي إن في قيمة خاصة قوي في الأداء الصادق ده اللي بيوصل للقلب والعقل من غير بهرجة، من غير دوشة يعني. بالظبط. المصادر هنا بتوضح إن الإرث الحقيقي مش لازم يكون مرتبط بحجم الشهرة الإعلامية أو الصخب اللي حوالين النجومية، اللي ممكن يكون مؤقت أصلاً. الإرث الأعمق والأبقى ممكن يكون في التأثير الهادي والمستمر ده اللي الفنان بيسيبه في نفوس الناس من خلال صدق أدائه. وبكده من خلال تجميع الخيوط دي كلها من المصادر اللي معانا، نقدر نقول إننا أخدنا نظرة أقرب على رحلة الفنان كمال المنشاوي. رحلة بدأت من سوهاج، راحت لأضواء القاهرة، تميزت بالهدوء وعمق الموهبة والصدق الفني، وتركت بصمة ممكن نقول عليها هادية، لكنها بالتأكيد مؤثرة وعميقة في تاريخ السينما بتاعتنا. تماماً. والقراءة المتأنية للمصادر دي بتسيبنا في الآخر مع نقطة مهمة ممكن المستمع يتأمل فيها شوية. المصادر كلها بتلف وتدور حوالين فكرة التأثير الهادي. طيب، في زماننا ده اللي كله سرعة وصوت عالي في كل حاجة تقريباً، يا ترى إزاي الجمهور ممكن يستقبل ويقدر النوع ده من الأداء الفني الهادي؟
اللي بيعتمد أكتر على الإحساس الصادق والتعبير الداخلي، أيوة، أكتر من الإبهار الخارجي. هل التقدير ده زي التقدير اللي كان ممكن يلاقيه زمان؟ وقصة كمال المنشاوي زي ما المصادر دي بتحكيها بتفتح لنا باب نفكر فيه. هل في طرق تانية مختلفة الفنان ممكن يسيب بيها علامة دايمة ومؤثرة في تاريخ الفن، بعيد خالص عن الأضواء الصاخبة والشهرة اللي ممكن تروح وتيجي؟ سؤال يستحق التفكير.